السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن فيديو لذيذ كده يعني كيوت كده زي ما بيقولوا. هفرج هنتكلم عن كرة التنس أو اللعبة البيضاء. كل حاجة عن كرة التنس كده هحاول ألم لكم معلومات حلوة عنها. دي بدايتها طبعا، دي المادة اللي بتتعمل منها. في كلام بيقولك إن المادة دي بتتعمل من مطاط وغاز مضغوط ومواد إضافية. هنا الأول بيقطع وبيضيف مواد عشان يعمل المطاط. كده هو بدأ يضيفها هو. طبعا ديت حتة المطاط هو عاوزها تبقى عاملة زي الفطيرة في ايده، حتة كده طريقة هياخدها زي ما حضراتكم شايفين. هيقعد يود ويجيب فيها ويجيبها يمين ويجيبها شمال. هو هيدخلها ويطلعها، يعني ما لا يقرب عن 10-15 مرة كده يمين وشمال، ويلم ويفرد فيها. وعاوزها تبقى يعني طالعة في ايده عاملة زي المطاط. بعد ما ضاف لها اضافاتها ودخلها وعمل العجينه دي زي ما بيسموها، او ساعات بتيجي جاهزه. هنا طبعا فاردها هو بيعمل. هي دلوقتي تحس ان اللي عامله زي عجينه الفطير، زيها كده بالظبط، لكن بتقطع سجاده رفيعه. هيبدا ويدخل ويعيد فيها ويزيد فيها زي ما حضراتكم شايفين. بدأت تطرى معاها اهيت، ومش هيسيبها برضه، يعني شغال عليها برضه. هيدخل ويطلع فيها برضه ويلم ويعدل لغاية ما تبدأ اهي زي ما حضراتكم شايفين تري كده اهيت. بقت عاملة زي التين الصلصال كده. هيبدأ يقطعها بقى بطول معين وبعرض معين زي ما حضراتكم شايفين. وهتعرفوا هو بيقطعها التقطيع ده كده. بعد كده هيبدأ يضيفها في زي حاجة صب كده ديت، المعجون ده كده أو المطاط كله، ويحط عليها واحدة زيها بالظبط، زي صب زيها، ويكبس الاتنين على بعض أهو. هيبدأ يكبس الاتنين على بعض، هينزل الفارغ على المفروغ، يعني ايه الفاضي على المليان، عشان يطلعها رسمة في الآخر زي ما حضراتكم شايفين كده بتفاعل الحرارة. ده كده وش، ويبدأ يعمل تاني وش يطلع زي ده، عشان الاتنين ينضافوا على بعض تبقى كرة مقفولة من المطاط. هنا بتتقص وبتتزوى. طبعا هنا ده مصنع يدوي. في مصنع برضو معانا بالطريقة اللي هي الأوتوماتيك أو الحديثة. هنا برضو زي ما شايفين بيبدأ يوسع فيها وياخد لها كده وينعمها وياخد عليها وضع كده عشان لما تقفل الاتنين على بعض. هنا بعد ما قفلهم خلاص كده وسواهم على الاتنين، هيبدأ يحطهم في الصب برضو تاني وهم مقفولين، وضاف عليهم مادة زي لزجة زي صمغة أو كده. وبعد كده يدخلهم على درجة حرارة معينة عشان يمسكوا ويقفشوا في بعض. بعد ما تطلع مش هيفتحها على طول، بينزلها في المية تاخد وضعها، وبعد كده تبدأ تفك، تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده زي الكرة بالظبط. يبدأ بقى ايه يقفلها ويعملها. اللون الأصفر ده ايه؟ حاجة من الاتنين، لا إما الصوف أو النايلون. لا إما بتتقفل بالصوف لا إما بالنايلون، حسب بقى كل مصنع بقى بيعمل. ده مصنع يدوي طبعا، ممكن أي حاجة أنضف سلم تحت السلم كده على طول، الصوف أو النايلون عامة. طب ليه اللون الأصفر؟ يعني محدش سأل نفسه قبل كده ليه يعني كرة التنس أو اللعبة البيضاء. طب هما بيسموها لعبة بيضاء عشان لعبة السلام، ما فيهاش أي حاجة ولا عنف ولا أي حاجة. بعد ما عملها باللون النايلون أو الصوف، يبدأ برضو يقفل عليها، يدخلها النار تاني بالمادة اللي حطها عشان تجمد بقى المرة دي عليها الصوف أو النايلون حسب ما معمول بيه، يجمد عليها وتاخد وضع الكورة. نرجع لمرجوعنا ليه هم ادوها اللون الاصفر. بيقول لك الاصفر عشان ده الاصفر تأمين للرؤية الواضحة للمشاهدين. انت تبقى قاعد كده تبقى شايف اللون الاصفر قدامك، يعني اللون الاصفر من الالوان الواضحة لرؤية العين اكثر وضوحا. ده مصنع برضو تاني يدوي كده، بيجيب لك من الاول ازاي يعني بتتصنع وبتتعامل برضو مع الاختلاف. يعني زي ما تقول سبوبة كده للناس كتير. نفس الوضع برضو، خدها على لمتين وصبها وكلام وطلعها اهوت المطاط. هيبدأ يقفلها. المصانع الأوتوماتيك بتضيف عليها مادة بيقولوا عليها غاز مضغوط، يحطوا عليها غاز مضغوط وتنقفل. هنا برضو بيوسع وبينعم فيها ويقفل الاتنين وهكذا زي ما انتم شايفين. وبعدين يدخلهم برضو الصب تاني عشان تاخد وضعها على درجة حرارة معينة عشان تطلع مهيئة
وتبقى انقفلت، ويرجع نعيد الكرة برضو تاني زي ما حضراتكم شايفين دي باختلاف المصانع، ويدخلها في المية تطلع يقوم مقفلها، وبعدين تروح تاني وتطلع بقى تاخد اللون بتاعها الأصفر على النايلون أو الصوف. طبعا دي 3/4 مصانع تحت السلم، بس برضه كله شغال. دي اللي بيبعتوها يصدروا للدول النامية اللي العيال تلعب بيها والأطفال يلعبوا بيها وهم مش عارفين دي ايه. بس وهتبدأ برضه كده تخش تاني النار، وبعدين تتكبس وتطلع. وده كل ما لدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.